السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. حرما يابا. جمعا يا ابو حميد. عملت لي يابا في الموضوع اللي كلمتك فيه امبارح. موضوع ايه يا حبيبي؟ موضوع البنت يابا اللي انا عايز اخطبها. يا البنت دي انت متمسك بيها ليه كده يا احمد؟ يابا بتخاف عليا وبتحبني وانا بحبها يابا، وبنت اصول. ماشي يا عم احمد. على العموم انت هتخطب ان شاء الله، بس مش البنت اللي انت اخترتها، انت هتخطب البنت اللي انا اخترتها لك، انت خالتك. طب ليه طيب يابا؟ ابوس ايدك يابا، ابوس ايدك يابا، ناس محترمين يابا، اديني عيب طيب فيها يابا. يا عم انا ما قلتش فيها عيوب، هي بنت ناس وابوها محترم، ربنا ييسر لها امرها يا رب ان شاء الله. انت لسه يا ابني صغير ما تعرفش حاجه، وبعدين يا ابني كلهم واحد، الستات كلهم واحد بعد الجواز. ماشي يابا ماشي. ماشي يا عم احمد، بتمشي وتديني ظهرك؟ مفيش غير بنت خالتك هي اللي هتخطبها وهي اللي هتتجوزها، واشوفها كلمتي اللي هتمشي ولا كلمتك يا عم احمد. ها بس عشان انا جرفت من القصه دي، ومش كل يوم فاجو وماجو اللي هنقوله هنعيده. شنطتك اهي، مش ناقصه مرض هي. هو ايه اللي مرض وايه اللي مش ناقص؟ وانت كل شويه اعملي ولا ما تعمليش؟ انت مالك؟ انت اعمل ولا ما عملش؟ انا مالي يا كمل على جنابك. ايه يا ست في ايه؟ يا شيخه انت جبت لي المرض، انت ربيتي لي حصوه على المرار، مش عارف اعمل ايه، مش عارف اكل، مش عارف اشرب، مش عارف اعيش، مش عارف امشي زي الناس، اشتغل مهما اشتغل البيت ما فيهوش، ما بتعمليش ولا بتكنسي ولا بتمسحي، شاطره جو في قعده العتب مع الستات، ده اللي انت شاطره فيه، سيره فلان وسيره علان، عملت لي مشكله واثنين وثلاثه واربعه وبعديها. انا قبل ما اتجوزك كنت ذكر، كان صوتي عالي، بس من بعد ما اتجوزتك وعرفت ان انت اناديه قلت يا الطاطي عشان الدنيا تمشي والمركب تمشي، عشان الدنيا تمشي زي ما بيقولوا. قطاطي مش عاجبك، بعد ما تطيته ما عدتش بتكلم برضو مش عاجبك، عايزه ايه؟ عايزه تركبه وتدلدلي اكتر؟ مش هينفع، الناهيه بيت ابوك اولى بيكي. يا اخويا من غير ما تقول بيت ابويا مفتوح لي، يصرف على مليون زيك يا اخويا. مليون زي من غير ما تقول انا ماشيه يا اخويا وانا اقعد لك فيها. ما تخلوش يصرف، خليه يعلمك الادب بس. ماشي يا اخويا. توكل على الله. ايه المرض ده؟ على الله تكون رجعت تاني. عمي ايه يا ابن اخويا؟ تعالى يا عم اتفضل. عامل ايه؟ الحمد لله والله يا عم، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه يا ابني نوره مراتك مالها مقابلاني بنادي عليها ما ردتش عليا؟ ما فيش يا عم، مروحه رايحه عند بيت ابوها غضبانه، زهقت والله يا عم وجرفت. لا اله الا الله، وانا اللي جاي لك عشان تحل مشكلتي. عندك مشكله؟ حاجه بسيطه كده. عينيا، اتفضل يا عم، اتفضل يا ابو، انت غريب، شرفت يا عم. الله يخليك يا حبيبي. خطوه عزيزه يا عم. الله يخليك. بتنور والله. انا كان نفسي اجي لك في ظروف احسن من كده يا حماد. والله يا عمي انت لو هتستنى ظروف احسن من كده عشان تجيلي يبقى مش هتجيلي، مش هتدخل بيت ابن اخوك خالص، انا على طول في السواد ده، احنا على طول في المرار الطفح ده، لازم مفيش يوم بعدي من غير صوتنا ما يعلى. انا مش عايزك تشغل دماغك، بس انت ايه اللي مزعلك؟ خير ان شاء الله. والله يا حماد الواد احمد ابن عمك. لا انت عارف احمد بيحبني قد ايه، ده انا ده بيعتبرني اخوه الكبير، لو مزعلك املص لك ودانه. علشان كده انا جيت لك، عشان انا عارف ان هو بيسمع كلامك وانت اللي هتقنعه. بص يا سيدي، احمد ابن عمك بيحب بنت عمك علي ابو السيد. لا لا لا، العم علي اللي معانا هنا في البلد؟ ده بسم الله ما شاء الله، ده راجل محترم وكبره ويتحط على الجرح يطيب، وبناته قمه الادب والاحترام. طب ايه المشكله؟ الله ييسر لهم امره، ما انا ما قلتش حاجه يا عم، ده هم على دماغي، بس انا اديت كلمه لجوز خالته وخالته ان احنا ناخد له البنت بنت خالته يا حماد. لا 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 لا، طب لما انت اديت كلمه لخالته وجوز خالته هو كان موافق قال لك ادي كلمه؟ لا، ما عشان كده انا جاي لك عشان تقنعه يا حماده ان هو ياخدها يا حماده. وبعدين يا ابني النسوان كلهم واحد بعد الجواز. بعد الجواز النسوان والستات، النسوان او الستات كلهم واحد. كل واحد بعد الجواز. فانا جيت لك يا ابني علشان تقنعه كده وتميل ايه دماغه. طب ازاي انت عايزني اقنع ابنك اذا كان انت كلامك مش مقنع؟ مع احترامي ليك يا عمي، انت فاكر انا اتجوزت ازاي؟ انا اتجوزت بسبب كلمه زي اللي انت قلتها، ابويا الله يرحمه قالها لي، يا ابني بعد الجواز النسوان كل واحد كلهم واحد. يلا الكلمه دي اللي ضيعتني، اديك شايف انا حياتي مرار بسبب كلمه زي دي. ازاي كلهم واحد يا عم؟ يا حماده انت ازاي النسوان بعد الجواز كلهم واحد؟ هتقعد مع ناس كتيره جوه وهتسمع الكلمه دي. اتجوز يا اسطى اي حد، هو بعد الجواز كلهم واحد. الكلمه دي هتضيعك، هتخرب بيتك. هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ هل تستوي الحسنه بالخبيثه؟ في واحده بتخش بيت العيله بتخليه سعد، بتلم على جوزها وبتحاجي على اخواته، كلم اخوك، صالح اخوك، حب اخوك. وواحده تخش بيت العيله تاخد جوزها وتطلع بره ايجار. في واحده تخش لو لقيت جوزها مايل بتشده، تمسك ايده بتشده. وفي واحده لو دخلت لقيت جوزها عنده عماره بتهده، لازم تهده. دي عايشه كارهه وابنك كاره، دي كارهه ودي كارهه، هتلاقي العيشه خراب.
عمر النسوان ما كانوا كلهم واحد بعد الجواز. اللي بيفكر بالمنطق ده راجل ناقص، بيفكر بحاجه تانية، ما بيفكرش بعقله. عمرهم ما كانوا واحد بعد الجواز. ما لو زي ما انت بتقول كده الكلمه دي صحيح، فانت بتضيع حق ستات كتير. في ستات كتيره شايله المرار ومستحمله ومسندلين واقفين ولاد اصول. بتشبه واحده زي دي بواحده ماشيه شغاله شغل عوالم قاعده تردح في الشارع. بص يا ابن الناس، الستات اللي يقول لك ان الستات بعد الجواز كلهم واحد، حط صوابعك الاتنين في عينيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.